يا مساء الهنا عليكم. كتير جدًا بنتعرّض في مواقف حياتنا للتعامل مع شخصيات بنقول عليها الغيورة أو الحقودة، وبتبقى شخصية إحنا ما بنبقاش عارفين هي ليه بالذات بتغير مننا، أو إحنا ما عملناش حاجة إن هي تخلّيها إنها تغير أو إنها يبقى عندها غِل أو حقد من داخلها. طيب تعالوا كده نبُص شوية على الشخصية اللي بتتعامل بالطريقة دي، إيه اللي بيخلّيها تبقى كده؟ يمكن نلتمس لها العذر وتعرفوا تتعاملوا طبعًا معاها. أولًا الشخصية الغيورة أوي دي بتبقى عندها مبدأ اللي هو عدم الكفاية، اللي هو أنا مش كفاية، أنا فيّا حاجة غلط، أنا فيّا حاجة ناقصة، فيّا حاجة مش حلوة، شعري، بشرتي، عيني، جسمي، فبتلاقيهم دايمًا عندهم نَهَم شديد في إجراء التعديلات كتير جدًا في أجسامهم وحياتهم، علشان خاطر إن هي بس تحس إنها مش عايزة تحس إنها فيها حاجة غلط أو مبدأ عدم الكفاية. تاني حاجة عندها وعي الندرة، وده إحنا اتكلمنا عنه قبل كده بالضبط. وعي الندرة ببساطة اللي هو أنا بابُص لنُص الكوباية الفاضي مش المليان، باتعامل على إني مش ما عنديش قناعة ولا رضا باللي عندي، فيّا حاجة غلط، فبالتالي أنا هابُص إن أنا مش حلوة زيّها، لون بشرتي مش زيّها، ما باعرفش أتعامل زيّها، ما باعرفش أتكلم زيّها، كل ده. فهي بالتالي بتتعامل من مبدأ وعي الندرة إنها بتبُص لنُص الكوباية الفاضي. تالت حاجة هي عندها فكرة إن إحنا الاتنين ما ينفعش نكون حلوين مع بعض. يعني اللي هو فكرة إيه، إن أنا حتى لو حلوة، أكترية الناس دي على فكرة بتبقى كويسة جدًا وعندها من المؤهلات والمميزات الكويسة في نفسها وفي بدنها، لكن هي المشكلة عندها إن هي ما بتبقاش متقبلة فكرة إن أنا ومعايا حد تاني حلو على نفس الكوكب مش هيستحملها، لأ أنا لوحدي. هي ممكن لو هي تبقى معايا هتخطف مني العيون، هتخطف مني الأنظار، دي هييجي لها عريس أحسن مني، دي هييجي لها شغل أفضل مني. فعندها دائمًا فكرة إن أنا لأ، أنا ما ينفعش يبقى حد زيي، حتى لو أنا حلوة. فالشخصيات الغيورة اللي من النوع ده، آآ لو هنيجي نقول هي إيه اللي بيخلّيها تطلع كده، طبعًا على حسب التربية اللي اتربت عليها، إنها دايمًا بتتربى على إنها الوحيدة اللي على الكوكب، قمر وجميلة وحلوة، ودي طبعًا من سلوك التربية الخاطئ، أو إنها دايمًا كانت بتتقارن بناس من في محيطها الاجتماعي عن طريق طبعًا أهلها، دايمًا بيقارنوها بيها، بُصّي بنت خالتِك عاملة إزاي، بُصّي البنت دي شعرها عامل إزاي. فطبعًا المقارنة في الصغر بالشكل ده بتخلّي الشخصيات على المدى البعيد يطلع عندها فكرة الغيرة، وأحيانًا غيرة بتكون غير مبررة لمجرد إن هي شافت إن في حد عنده حتّة مميزة عنها. ناخد بالنا وإحنا بنتعامل مع الشخصيات اللي من النوع ده، ونحاول بقدر الإمكان نسطّح العلاقات معاهم، وما بنخشش معاهم في أمور شخصية أو خاصة زيادة عن اللزوم. لحظة حلوة.